السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد مصطفى. النهاردة بقدم لكم ملف اكسل بيصمم جميع الأعمدة بجميع حالاتها بالكود المصري، سواء الأعمدة النحيفة أو العادية. والله أنا كنت بدور على ملف من فترة في النت، ملف يكون بيصمم بيعمل نفس الوظيفة دي، ما لقيتش خالص. يعني الحاجات اللي لقيتها كانت قليلة خالص، وكانت مش بتأدي الغرض المطلوب. يعني كان في مثلا شيت الاكسل بتاع دكتور الخطيب، كانت في مشاكل كتيرة، ان لو دخلنا لو غيرنا شوية مثلا او استخدمنا كذا مسألة بنشيك بيها على شيت الاكسل، غيرنا في الاحمال، غيرنا في نسبة التسليح اللي بين الاريا داش والاريا العادية، الحديد السفلي والعلوي، فبتلاقي شيت الاكسل بيخرف، يعني بتلاقي شكل المحرر ده بيتلخبط خالص. ده في خلاف كمان ان هو ما يعتبرش تصميم، يعني هنا بيعتبر انا بدخل الحاجة، انا بفرض الحديد وبفرض كل حاجة، وهو بيشيك عليها اذا كانت سيف او ان سيف. فوالله فقلت اجرب يعني اعمل شيت اكسل، والحمد لله يعني ربنا كرمني وخلصت شيت الاكسل ده، فحبيت اعرضه عليكم. اللي محتاجه هسيبه له باذن الله تحت الفيديو. وحبيت اعمل شرح بسيط ليه كده، لان هو يعني يعتبر لامم من كل الحالات. دي الواجهه بتاعته الاساسيه، الرسمتين دول شارح فيهم كل جزء اسمه ايه على العمود نفسه، بحيث تبقى العمليه سهله. من بدايه كده من هنا هندخل حمل العمود، وهتحدد حمل العمود ده اذا كان ضغط او شد. شيت الاكسل ده بيصمم حتى لو كان طاي، مش لازم يبقى كولمون، يعني مش لازم يبقى عمود. وبندخل ارتفاع الاتش نوت في الاتجاه الاوت اوف بلين. لو عندنا مثلا الرسمه دي الاوت اوف بلين، يعني دائما بنخلي الاوت اوف بلين ده الاتجاه العمودي الكبير، اتجاه ضرب العمود، يعني الاتجاه ده. الاتش بتاعته من اول فوق القاعده كده لحد تحت الكاميرا اللي ماسكه العمود، ان هو يحصل له باكلينج في الاتجاه الاوت اوف بلين. ونفس القصه في الاتجاه الثاني، انا عامل العمود ده كله لكل ما يخص الان بلين، والعمود ده كله لكل ما يخص الاوت اوف بلين. الاتجاه الثاني برضو بتدخل في الاتش نوت بتاعته. لو على الحاله دي الاتش نوت طبعا هتبقى من تحت الكاميرا الكبيره دي لحد اعلى القاعده. ولو فري هيبقى الاوت اوف بلين، الارتفاع ده كله، لحد اسفل الكاميرا. والان بلين هيبقى طول العمود كله، لو اتش ده المتوضح. بمجرد ما دخلنا حمل العمود والاتش نوت في الاتجاهين، البرنامج بيحسب قيمه استرشاديه، حاجه بيعتبر فيها العمود كانه معلوش اي احمال اضافيه ولا عليه ولا في نسبه نحافه ولا حاجه، قيمه استرشاديه بس انت المفروض تبقى يا تحط زيها او اكبر منها. دي اقل قيم مسموح بيها لحاله العمود لو كان هو عمود شورت. طبعا في حالتنا هنا احنا بندخل اعمده كبيره، فاكيد هيبقى القطاعات اكبر من القيم البرتقاني. هتدخل قيمه العمود وهتدخل قيمه الاحمال. لو في عزوم لو في عزوم اساسيه موجوده على العمود، يعني ده عزم علوي وده عزم سفلي في الاتجاه الاوت اوف بلين، وهنا مكان العزم السفلي والعلوي في الاتجاه الامبلين. وطبعا هتوضح العزمين دول في اتجاه واحد ولا في اتجاهين مختلفين، وهتوضح حاله التثبيت العلوي والسفلي في الاتجاه الاوت اوف بلين اذا كانت هنجد او فري او بارشال فيكسد. ونفس القصه برضو الجزء السفلي هتوضح حاله التثبيت في الاتجاهين الاوت اوف بلين والان بلين. ولو هي بارشال هتدخل قيمه الكاميرا اللي مقاومه في الاتجاه دوت، وهتدخل قيمه القاعده او الكاميرا السفليه المقاومه في الاتجاه دوت. ونفس القصه في الاتجاه الثاني، هتدخل طبعا الكفر، وهنا معظم الشعر بيبقى 2.5 سم. وفي حاله اذا كان في كذا عمود هيتدرس له النحافه، والكذا عمود طبعا ممسوكين بسقف واحد، فشيء طبيعي ان تبقى الازاحه العلويه واحده. فهندخل برضو متوسط الازاحات، هنحسب متوسط الازاحات من العمدان، وهنحسبها معانا في الاتجاه الاوت اوف بلين والان بلين. وهنوضح برضو اذا كان العنصر ده افقي او راسي، يعني هو مايل ان هو يكون كاميرا ولا مايل ان هو يكون عمود. ومجرد ما دخلنا كل الاحمال دي هيظهر لك هنا في الجنب ملخص لكل الاحمال اللي نتجت عندك من الاحمال الاساسيه والاحمال الاضافيه. يعني فرضا مثلا
لو حبينا نخليه ان هو مثلا نحيف في الاتجاه الاوت اوف بلين، خلينا مثلا نحط هنا الارتفاع مثلا 7 متر، ونحط عرض العمود في الاتجاه ده عشان نخليه نحيف مثلا 30 سنتي. هنا طلع غير آمن للإنبعاج. غير آمن للإنبعاج يعني لازم يتزود. مش هتفرق بقى مثلا تزود الحديد عشان تعوض أو عشان تشيل العزم الإضافي، لا، هنا الكود بيقول لك لازم تزود القطاع. فلو خليناه مثلا 35، نخليه مثلا 50 كده تمام. ولو زودنا الحمل اللي على العمود مثلا خلينا 50 طن، هيتولد هنا عزم اضافي اهو مومنت اديشنال ب4 طن. ولو خلينا مثلا في عزم اساسي موجود على العمود، عزم علوي مثلا ب20، او هيسمع هنا ب20، وهيبقى الاجمالي الاثنين دول ب24. نفس القصه في الاتجاه الثاني، اي تعديل هنحطه بيسمع في الملخص اللي عندنا دوت. لو خلينا مثلا هنا الارتفاع فرضا 12 متر، فطبعا هيعمل عزم اضافي، وده هيسمع في الاخر بعزم. عندنا عزم في الاتجاهين، عزم ب7 وعزم ب24، فهيعمل عزم مكافئ 27 لعزم مزدوج. بمجرد ما خلصنا ادخال الداتا وقلنا له يعمل ديزاين، نتك على الديزاين. هنا بيشرح لك ملخص برضو للعمود ده، حالته ايه، نوع العزم اللي عليه ايه، هيتصمم بأنه طريقة، وحالة الاكسنتريستي اذا كانت سمول او لارج. لو عايز ترجع للواجهة، لو عايز تعدل حاجة تاني في المسألة بترجع. لو عايز تصمم ايا كانت الحالة، وتصميم بالانتر اكشن ينفع لايا كان حالة العمود. لو عايز تصمم بالانتر اكشن ماشي شغال. لو عايز تصمم اذا كانت كومبريشن او لارج اكسنتريستي بتخش من هنا. فلو دخلنا اختصارا للوقت للتشارت، انا عامل التشارت ده تفاعلي بيشتغل لوحده، بيرسم لك الحالة اللي تخص العمود بتاعك، وبيختار كمان الرو اوتوماتيك. لو لقيتها انت زياده شويه، انا طبعا عشان صعب جدا انك تخلي شيت الاكسل يختار النقطه اللي انت واقف عليها من ضمن المنحنيات، يعني عشان اوضح لكم بس الموضوع كان متعب قد ايه. لو صغرنا الصفحه كده، فيعني كميه داتا داخله فظيعه جدا يعني. المفروض ان كل سطر من ده بيعبر عن منحنى او عن منحنى واحد من ضمن المنحنيات. فلو انت وانت شغال مثلا حسيت ان الرو دي مش مناسبه، ممكن تعدلها بايدك عادي. يعني انا عامل لها داله ممكن بتدخلها، بس هي بتدخلها بزياده شويه. لو لقيتها ان هي كتير مثلا، وهي مثلا ممكن تخش بواحد، فممكن تدخلها بواحد عادي جدا بنفسك، هتظبط الدنيا. لو لقيتها مثلا ان هي مثلا 1.5 1.25 عادي. اللي يهمني احنا ما نلعبش في اي قيمه من قيم الخلايا الزرقاء والخضراء. المسموح لنا نعدل بيه بس اللي هو الخلايا الصفراء. واي رقم انت بتدخله هو بيعمل منحنى عليه على طول. يعني مثلا لو دخلنا 1.5 اهو بيرسم منحنى يخص النقطه اللي انت مدخلها، مش النقطه الصح دي، نقطه حل مسالتنا. لو دخلنا حتى مثلا اهو 13 مثلا، هيرسم منحنى 13 وهيحل عليه مساله. بس في حالتنا احنا كان كفايه عليه ايه، 1 او هتبقى معبره. ونرجع المعادله طبعا زي ما كانت. خلصنا اتاكدنا ان الشغل تمام، هتقول له درو سيكشن، هيرسم كل حاجه. هنختار طبعا القطر الحديد اللي شغالين عليه، مثلا كنا شغالين على 25، يظبط لك الحديد. يبقى انت محتاج كده 5 سياخ 25 فوق، 5 سياخ 25 تحت، وطبعا بيحط كمان الحديد الاضافي. ومحتاجين 6 سياخ في 12 عشان الانكماش. حتى لو حبينا نجرب مثال من مذكرات الدكتور ياسر الليثي، اخترت لكم المثال البسيط ده عشان يوضح الفكرة. هنيجي هنا العزم الحمل الموجود على العمود 180 طن.
الاف سي يو 25 والاف واي 350 25 350. طبعا لازم نراعي الوحدات. الاتش نوت في الاتجاه الاوت اوف بلين، الاتش نوت اللي هي تعتبر داخله لجوه هيبقى قيمتها 5 متر ناقص 40 سنتي، هتبقى 4 متر 60. أربعة متر 60. والاتش نوت بتاعت الامبلين هيبقى 5 متر ناقص 40 سنتي، هيبقى 4 متر 60. دي ال 4 متر 60 دي الامبلين، والتانية هتبقى 5 متر ناقص نص متر، يعني 4 متر ونص. جميل. وده التوضيح بتاعها. الامبلين 64 والاوت اوف بلين 4 متر ونص. تمام كده. الامبلين 64 والاوت اوف بلين 4 متر ونص. بعد كده هندخل طبعا قيمة البي، ودي فرض 25 سنتي. طبعا هو مقلل شوية قيمة البي بس مش مشكلة. 25 سنتي وعامل العرض 25 في 60. طبعا نصفر العزم الإضافي ونحط الجزء السفلي. الجزء السفلي الامبلين 80 سنتي، والاوت اوف بلين 40 سنتي، والجزء العلوي الامبلين 40 سنتي، والاوت اوف بلين نص. طبعا هنا تمام والدنيا كده كل الداتا دخلت معانا، والكفر 2.5 سنتي. هنلاقي في الاخر ان ملخص القصة دي اتولد معانا عزم اضافي قيمته 10.5، والحمل معانا ب180. نتأكد بقى ان شغلنا كده صح قبل ما نصمم. اهو 10.5 فعلا، والحمل الاساسي 180. لو جينا قلنا له صمم على كده ديزاين جوه الشارت، هنا برضو نلاحظ ان الداله اللي انا مدخلها اللي بتختار النقطه دي عامله 8. يعني 8 هتعتبر جامده شويه، كبيره شويه. ممكن لو دخلناها هي الرقم بين ال6 وبين ال7، بين ال6 وبين ال7. لو دخلناها مثلا 6.8 هتبقى كفيله قوي انها تسيف العمود معانا. لو قلنا له درو سيكشن واخترنا مثلا 22 علوي و22 سفلي، هيبقى 7 في 22 علوي و7 في 22، والعمود 60 في 25. شوف بقى دكتور ياسر كان مصممه ازاي في الاخر. اهو 7 في 22 و7 في 22 و60 في 25، وفي الاتجاه 60 اهو في الاتجاه 25، والدنيا تمام ومظبوطه. باذن الله انا هسيب لكم شيت الاكسل دوت. شيت الاكسل ده اخد مني مجهود كبير قوي لان انا عامل فيه حالات كتير قوي. لو في اي حد عايز اوضح له اي نقطه انا معاكم، ابعتوا لي تعليقات على ايه اللي انتوا عايزين اشرحه اكتر. لو في اي مشكله ابعتوا لي، انا معاكم في اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.